من اسهل والد الفطائر اللي وجدت. كتجي خطيره هاد الفطيره، العجينه ديالها كتجي واعره والحشوه حتى هي. ضروري ما تسجلوها عندكم وتجربوها. مقيله غنديروا زيت الزيتون، فلافل والبصله نحمروهم مزيان، نزيدوا البزار والملحه فقط اللي غنحتاجوا، زيتون مقطع، الثوم، معلقه الهريسه كيجي واحد المذاق خطير في هاد الحشوه، 3 الكيسان ديال الدقيق، ناخذ معلقه ديال الخميره، معلقه ديال السكر، شويه الملحه، 3 المعالق ديال الزيت ومعلقه ديال اليوغورت باش تجيكم العجينه هشيشه، وغتهز لكم كاس وربع ديال الحليب. عجنوها مزيان وخليوها حتى تختمر، حتى يتضاعف الحجم ديالها. هذا هو السر باش كتجي العجينه زوينه. كنحيدوا منها البرد وكنقسموها على جوج، ممكن بالنسبه للشكل ديروا اللي بغيتوا. انا هنا قسمتها على جوج، شكلت منها جوج فطيرات حتى الشكل ديالهم جا في الهزه زوين. المهم تلقوا العجين ديالكم يكون رقيق على هذا الشكل باش ما تجيكمش غليظه وتجيكم هشيشه. كديروا صوص طوماط وكديروا الفرماج او موزاريلا اللي متوفر عندكم والحشوه، كتعاودوا تغطيوها عاوتاني بالفرماج وكتسدوا عليها كيف ما موضح لكم في الفيديو. كتسدوها من الجناب بالفورشيت، وانا هنا فلحتها بالغازواغ او موس ماضي من الاحسن. دهنوها بالبيض مع شويه الخل والحليب، درت عليها الجنجلان وحبوب الشيا وزوقتها بالزيتون ودخلتها طابت على 200 درجه حتى تحمرات ولات على هذا الشكل. جات خطيره البنات، ضروري تجربوها. ولو وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش ليا لايك الفيديو. تسنوني في الفيديو بروسيمو.